اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناه البساطه مع شيوات ووصفات هاجر. كنتمنى من الله هاد لا فيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال، ناشطين فرحانين هما يدوك يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي العسل اللي كنحتاجوه في جميع المعسلات الرمضانيه. بدي تشوفوا معايا طريقه التحضير ديالو. عندنا هنا كيف ما كتشوفوا قلب ديال السكر. انا عندي هنايا كنستعمل القلب ماشي سنيده باش كيجي العسل ديالنا زوين. عندي هنايا 2 كيلو ديال السكر، عندي هنايا واحد نص ديال الحامضه، ساشيه د لافاني وعويده ديال القرفه، عندي هنايا يطرو ديال الماء. كل 2 كيلو ديال السكر كنستعملوا فيها يطرو ديال الماء. صافي غادي نجيبوا داك السكر اللي هرسناه ووضعناه في طنجره الضغط، غادي نخويو عليه داك لتر ديال الماء. كيف ما قلت لكم كل 2 كيلو ديال السكر كنستعملوا لها اطر واحد ديال الماء. الا بغيتو تستعملوا سكر سنيده راه حتى هو كيجي زوين، غير هو انا كنفضل القالب ديال السكر، كيجي السكر ديالو معلك وكيجي احسن. صافي غادي نوضع داك الماء على السكر. اللي عنده الوقت يدير هاد المرحله هذه بليله قبل يفزك داك السكر ديالنا ويخليه حتى يذوب والصباح صافي يشعل عليه. انا هنا صافي وضعت داك الساشيه ديال الفاني، عويدات القرفه مع الحامض، واحد نص ديال الحامضه. صافي وغادي نحطه فوق النار اللي تكون مهيله حتى يذوب لينا السكر ديالنا مع التحريك المستمر. صافي غادي نخليو البوطه مشعوله عليه، هو كيذوب وحنايا كنحركو فيه باش ما يلصقش لينا. كيف ما قلت لكم اللي عنده الوقت يدير هاد العمليه هذه بليله قبل، يخلي السكر فازق في الطنجره والصباح هادي شعل عليه. انا ما كانش عندي الوقت، صافي اضطريت انني نذوبه بهذه الطريقه، راه دغيا كيذوب غير كيسخن الماء صافي راه السكر ديالنا كيذوب. صافي هو كيغلي داك الماء وانا كنحرك فيه حتى كيذوب لينا السكر، ومن بعد غادي تشوفوا معايا المرحله الثانيه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معنا راه داب لينا السكر مع التحريك المستمر. صافي حتى نتاكدوا بلا راه السكر داب لينا، ديك الساعات غادي نسدو عليه الكوكوط وحنايا دايرين فيها الصفاره. صافي غادي نسدو عليه مزيان. صافي هنا من بعد ما سدينا عليه نقصنا عليه البوطه ميته في خطره، غير شويه ديال العافيه اللي كدوز. صافي وغادي نخليو السكر ديالنا هنايا 40 دقيقه. من بعد ما تصفر عليه الكوكوط غادي نحسبوا ليه 40 دقيقه. صافي والعسل ديالنا غادي يكون واجد. هنايا راه من بعد ما دازت 40 دقيقه صافي غادي نحلو على العسل ديالنا. كيف ما كتشوفوا هانتوما العسل ديالنا وجد من بعد 40 دقيقه. كيجي صراحه هذا العسل هذا رائع بهذه الطريقه هذه، كيصلح لجميع المعسلات ديالكم، البريوات الشباكيه، اي حاجه معسله كيصلح ليها. راه هذا العسل هذا كيجي احسن من حتى هذاك العسل اللي كيتباع. راه تقدروا ديروا به البغرير، ديروا اي حاجه ما طيحش على بالكم ديروا بهذا العسل هذا، راه كيجي رائع
وموجدينه في المنزل ديالكم عارفينه كيفاش داير. صافي غادي نخليه هنايا من بعد ما برد لينا. انا صايبته في الليل خليته حتى الصباح كيبرد. هانتوما القوام ديال العسل كيفاش كيجي من بعد ما كيبرد لينا مزيان. انايا خليته هنايا ثقيل باش نوجد به الشباكيه. كيف ما كتعرفوا على شباكيه راه كتبغي العسل يكون ثقيله باش كتجينا شاربه العسل مزيان ومجعبه. ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديالها حتى هي ونحطها لكم في القناه. كنتمنى من الله هاد لا فيديو هادي يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هاد العسل هذا وتردوا عليا في لي كومونتير كيف جاكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.